السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. إيه، كل سنة وانتم طيبين. احنا داخلين على ايام عيد فطر ان شاء الله. ربنا يخرجنا من الشهر الفضيل لا فاقدين ولا مفقودين. ويا رب يتقبل مننا كل حاجة يا رب، واجعلها كده وجعلنا فيه من المقبولين والعتقاء وربنا يرضينا يا رب كلنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هنبتدي بقى الفيديو بتاعنا بكحك العيد وجمال ريحة السمنة البلدي بقى. الفيديو ده برعاية كده ريحة السمنة البلدي. قبل أي حاجة ننزل نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الكومنتات، وتسيبوا لي كده كومنت حلو منكم بالصلاة على النبي، وتقولوا لي ايه رأيكم في الجمال اللي هنعمله النهارده والعظمة اللي هنعملها النهارده. كحك العيد بتاعنا بقى الدايب، اللي هو نواعم، ده النواعم اللي احنا هنعمله النهارده، ده نواعم الكحك. قبل اي حاجه كده بحمص السمسم بتاعي تحميصه حلوه قوي في معلقتين سمنه بلدي، وانزل بيهم على طول على الملبن بتاعي. اسيحه في بعضه كده كويس قوي زي ما انتم شايفين، واقلبه كده واخليه يتجانس مع بعضه، الملبن بالسمسم بالسمنه البلدي، واخلي الملبن كده ايه سايح ونايح في ايدي. وابتدي بقى ايه اكور الملبن بتاعي واجهزه كده في صينيه علشان اشتغل على طول في الكحك، يبقى ايه الملبن بتاعي جاهز. هنعمل الكحك بتاعنا بالملبن، في اللي بيحب يعمله بالعجوه، وفي اللي بيحب يعمله ساده، وفي اللي بيحب يعمله بالملبن. احنا بنحبه بالملبن. هنا امي دخلت علشان تساعدني. فالمهم بقى ايه، هي بقى انا وهي قعدنا نعمل في الملبن نكور فيه زي ما انتم شايفين كده. هنا بتقول لكم اهي ازيكم عاملين ايه، بتشاور لكم كمان. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وعيد سعيد عليكم كده يا رب، وربنا يجعل الايام اللي جايه كلها اعياد في اعياد يا رب. وكحك العيد يا جماله يا ولاد يا والله. حتى بصوا كده الواحد بيعمل الحاجه بحب وبفرح. إيه، فرحانين بالعيد، ودخلت العيد علينا وطلت العيد، وكل حاجه كده سبحان الله ربنا بيدينا ايه روحانياتها بحب. هنا بقى كنت عملت الملبن بتاعي كله وخلصت، وبوريكم بقول لكم شوفوا الجمال ده. ودي بقى السمنه بتاعتي البلدي كنت جايباها، فقلت ايه اسيحها على النار وانزلها في حله زي ما انتم شايفين كده، واحطها على النار ايه اسيحها على ما ايه انخل بقى الدقيق زي ما انتم شايفين. هنا بقى انا جايبه الدقيق ده، إيه، الدقيق ده للمخبوزات بتاعه الكحك والبسكوت. بصوا عليه كده كويس، انا حتى اوريكم الكيس عشان لو انتوا عايزين تجيبوا زيه. اسمه الحلواني، إيه، للكحك والبسكوت مخصوص. فعشان كده انا جبته ما ترددتش، بحيث ان هو ايه يبقى حلو معايا في الكحك اكتر، مش اي دقيق وخلاص. فهنا انا بنخل الدقيق بتاعي كله كويس قوي. انا عملت 2 كيلو دقيق، ماشي، انا عملت 2 كيلو دقيق. فضيتهم كده زي ما انتم شايفين ونخلتهم كويس قوي. وهنا بوريكم الاكياس بتاعه الكحك اللي استخدمتها عشان ايه لو حبيتوا تجيبوا نفس اللي انا استخدمته. حطيت معلقه نشا كبيره، معلقه لبن بودره، طرف المعلقه بيكنج باودر، وطرف اللي هو ايه معلقه صغيره خميره. هنا بقى ايه انا هزود المكونات دي تاني، لان انا عامله المكونات دي على حسب كيلو دقيق. فهيبقى بدل معلقه قولوا معايا لبن بودرة هيبقى معلقتين، وبدل معلقة النشا هيبقوا معلقتين، يعني من كل حاجة اتنين بدل ما انا حاطة واحدة، عشان انا هنا بزود قدام كل حاجة تانية اهو. والكيلو دي عليه معلقتين سكر بودرة، انا هنا حطيت 4 معالق سكر بودرة. يبقى الكيلو دقيق عليه معلقتين سكر بودرة، عليه معلقة كبيرة خميرة، معلقتين لبن بودرة، معلقة لبن بودرة للكيلو. انا بقول لكم مقادير الكيلو دلوقتي. ايه, ايه تاني قولوا معايا، إيه طرف المعلقة ايه بيكنج باودر، وذرة ملح صغيرة جدا، ومعلقتين سكر كبار. الكحك بتاعنا هنعمله بالسمن المقدوح، احنا عايزينه احنا بنحبه كده. انا بقى كل واحد بيعمل يعني على حسب اللي بيحبه. في اللي بيحبه بالسمنة اللي هي ايه باردة، وفي اللي بيحبه بالسمنة المقدوح. احنا بنحبه كده. الكيلو الدقيق بياخد كوباية آه، شاي صغيرة مية. بيتعجن بالمية الكحك يا جماعة، ما بيتعجنش باللبن. شايفين بصوا العجينة عاملة ازاي تحفة، مظبوطة على الشعرة. فالمهم ايه بعد ما خلصته عجنته بكوباية مية، بكوباية ونص، اخد مني بالظبط كوباية ونص مية كبيرة. وهنا بقى بوريكم احنا بننقش انا وماما الكحك وشغالين فيه. والكحكة بقول لكم والله قوامها مظبوط على الشعرة وحاجة تحفة. انا هنا وماما بناخد صورة الفيديو، فبقول لها بصي يا ماما للكاميرا عشان ناخد صورة الفيديو. فالمهم بقى ايه ال2 كيلو دقيق عاملين معايا الكميه اللي انتوا شايفينها دي، ولسه في كمان صينيه. فالمهم انا كنت رصاها على صواني ستانلس عاديه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين شكل الكحك والنقشه بتاعته يا جماعه. مفيش تسلم ايدك يا امل، اللي وصل معايا لهنا في الكومنتات ينزل يقول لي تسلم ايدك.
بجد والله العظيم يا جماعة مش بشكر في نفسي، بس بجد كان تحفة، ولا يعلى على عمايل البيت والله يا جماعة برضه. وبال2 كيلو دقيق عملت كمية محترمة في بيتي. ما شاء الله، شايفين منظر الكعكة، بصوا بقربه لكم حاجة حكاية. هنا بقى برص في السجان اللي انتوا شايفينها دي بتاعة الفرن بتاع الكهرباء الصغير عشان اسوي فيه. انا هناك بشغل اهو، ومجهزة السجان بتاعتي وهحط في الفرن على طول. جبت برضو السجات الكبيرة ديت اللي هي الألمونيا العادية، وفي الفرن بتاع البوتاجاز الكبير، وهحطه واسوي فيه برضو بحيث ان ما ياخدش وقت. انا هنا كنت عاملاه يا جماعه مناقشه الكحك ده قبل الفطار على طول، ويا دوبك على ما فطرنا ولمينا الاكل وغسلنا الطبقين سويته. وهو الكحك يعني ممكن تسيبيه نص ساعه او تلات ارباع ساعه بس يرتاح مش يخمر. وما شاء الله انا حاطه خميره وحاطه بيكنج باودر وما فنش مني ولا باظ. والعجينه عايزه اقول لكم شوفوا بصوا، والله العظيم حكايه مظبوطه، والكحكه شكلها وطعمها دايب. انا هوريكم دلوقتي لما يطلع حاجه مفيش بعد كده. يعني عايزاكم بس تعملوا المقادير اللي انا عملتها دي وهتلاقوه طالع معاكم مظبوط جدا. كل سنه وانتم طيبين. هنا كده كنت سويت الكحك بتاعي، وانا بوريكم بقى ايه ما شاء الله الكميه اللي طلعت. شايفين لونه ذهبي وجميل وتسويته مظبوطه وحاجه ما شاء الله. ماما هنا بتسلم عليكم. بصوا بوريكم عن قريب الكحك عامل ازاي، حاجه ما شاء الله والله تحفه. عايزاكم تعملوا المقادير دي بالظبط وتشتغلوا عليها زي ما انا عامله. بصوا هوريكم الجمال من جوه عامله ازاي. شايفين ما شاء الله، شايفين دايب ازاي. لا والله حاجه عظمه، والطعم حكايه ملوش حل. هنا بقى برص كل الكميه اللي معايا هنا في الطبق ده. إيه، وهرش عليه بقى شويه سكر بودره كده كنت طحناهم. شايفين الكحك. تسلم ايدك يا امل، والله تسلم ايدك. حاجه جمال وعظمه مفيش بعد كده. والطعم وحكايه حكايه حكايه، وده يدوب في البق والله يا جماعه. جربوها بنفس الطريقه مش هتندموا وهتعجبكم جدا. انا عارفه. هنا بقى ايه شويه الجرنشه دي بقى عشان عينيكم كده ايه ترتاح للجمال ده. حاجه ما شاء الله والله. شويه سكر بودره على الوش وبألف هنا. كوبايه شاي بقى واقعدوا كده مع نفسكم واشربوها كده ايه مع الكحك. حاجه مفيش بعد كده. وعايزه منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه